غادي تقولوا لي شنو العلاقه ديال هذا الشيء. غادي نقول لكم شنو وقع وهذه الشكايه اللي الان تحكم فيها ياسين غيابي، هذا السبب ديالها. اذا الخوت انه لما عيطوا عليه على هذه القضيه ديال ان هذا السيد اللي قاس هذا السيد، وطبعا ترونجا هو وياه، ولكن من بعد يتفاجأ بشكايه ديال انه داروا ليه الفرار، يعني هرب. فجبدوا ليه شكايه اخرى، لان من كتضرب كتلقى انه السيد راه كان عنده واحد الحكم غيابي بشهر ديال الحبس. فطبعا هذا الشيء علاش تعتقل، ولكن غادي نوضح لكم واحد النقاط، لان غايقول لك هذا الشهر ديال الحبس وهذا الحكم الغيابي شنو السبب ديالو. هو انه كاين شكايات على ياسين شحال هذه لما كان الزرولي يعيث فسادا في سيدي عدي، وكان قول بزاف ديال الناس ودار الفتنه في سيدي عدي، وخلى ان الناس جيران كيتقاتلوا بيناتهم. فكلكم كنتوا كتعرفوا انه كان يحارب محبوبه فقط. راكم عارفين دابا زريويل اي قناه تكون اللي كان في المغرب كتكون طالعه كيبغي يحاربها، حتى اسماء بيوتي راه منعت منه. وكاين بزاف ديال القنوات راكم نتوما شفتوا كاملين، حتى البعراويه اللي كانت تخرج تبكي اليوم اصبحت بحاله، واصبحت حاضره راسها ودير ليها راسها تحت صباطو من الاخر، واخا هو ما كاينش في المغرب وفار من القضاء، يعني هارب من القضاء. ما علينا الخوت. اذا انا ذاك الخوت غادي نقول لكم هذه الحقيقه. ياسين كلشي كيعرف ولد محبوبه انه طبعا فيه ديك النفس الغيره على العائله ديالو، على مو، على العريصات، على مرته اللي هي تيتيش، ومن حقه. ولكن كاين شي حوايج كان تيديرهم ياسين، كتعرفوا انه مريض كيشرب الدواء وبزاف د الامور. كانوا قنوات في سيدي عدي لارضاء زريويل، وكانوا ناس في سيدي عدي لارضاء زريويل انذاك لما كان في سيدي عدي، واللي خرج على بزاف ديال القنوات، كانوا انهم تيسبوا في محبوبه بدون وجه حق، وهذه حقيقه. فاللي خصكم تعرفوا، وبحكم انا كنت كنمشي لسيدي عدي وكنت نتلاقى بعض الاصدقاء وكنمشي لازرو بزاف ديال الامور، ياسين ما كانش تيصبر وكان تيخرج في الليل وتيقلب على هادوك القنوات في سيدي عدي، راه غير فيلا صغيره الخوت، كان تيقلب على هادوك الناس اللي كانوا كيسبوا في العريصات وكيضربوا في الشرف ديال العريصات وديال الام ديالو ديال الاب ديالو، وكيسبوهم بابشع النعوت وما خلوهم ما قالوا فيهم. فطبعا كان تيوقع ليه مدابزات مع بزاف ديال اصحاب القنوات ومع بزاف ديال الناس تما اللي كانوا كيناصروا زريويل من اجل المصالح ديالهم، ها اللي باغا دار، ها اللي باغي دار، ها اللي باغي المشاهده، ها اللي باغي الادسنس، ها اللي باغي بارطاجيه زريويل، ها اللي باغي المتابعين، ها اللي باغي المحسنين والى ذلك. راه نتوما عارفين هذا الشيء. اذا ياسين محبوبه كان ديك الوقيته الخوت انه ما كيتصرتش ليه، فكان كيخرج ما كيقدرش يصبر، عكس الدراري الاخرين حسن اولا الحسن اولا محسن كانوا كيصبروا وكانوا كيقولوا لا حول ولا قوه الا بالله، والقانون يعني غادي يكون ضد الجميع. فهو كان كيخرج وكان كيدير شرع يده، وغالبا كان بالضبط ما غاديش نقول لكم شكون اللي شكا به وفين تحكم غيابي، فكان كيخرج كيقلب على هذه القنوات اللي كيكونوا كيديروا الانتقاد، وكانوا كيسبوا، راه ماشي كينتقدوا، كانوا كيسبوا العريسات، كيضربوا لهم في الشرف وفي العرض. وانتم عارفين بزاف ديال الاحداث اللي وقعت في سيدي عدي. فانه كان كيخرج كيقلب عليهم بكثره، ما انه كان كيبقى فيه الحال كتسب ليه مو مرتو، كانوا كيضربوا لها في العرض ديال مرتو، في العريسات ديال المحبوبه. هذه حقيقه باش نقول لكم الصراحه. فهاد الشيء اللي كانوا تيوقعوا ليه مدابزات، وكان تيضرب بزاف د الناس تما كيدابز معاهم، يعني كيتلاقى معاهم علاش كتسب لي عائلتي، علاش كتسب لي امي، وهو فيه واحد النفس خايبه. وكما تعرفوا ان القناه محبوبه النهار الاول راه دارها ياسين وتيتيش، راه عاد ولات محبوبه، غير باش تفهموا هذه القضيه هذه. اذا هذا الشيء اللي وقع الخوت، فهو ما داهاش في داك الشيء، وكانت شكايه دارت تما شكايه، يعني بقات في الارشيف حتى اليوم. عاد انه تجبدات ليه من بعد ما وقع ليه هذا المشكل ديال انه قاس واحد السيد في طريق مكناس وترونجا هو وياه، ولكن يتفاجأ من بعد انه دارت به شكايه على اساس انه راه ضرب وهرب. فلما تم استدعائه من طرف الدرك الملكي وضعوه بعد الاستماع اليه. وبالعربي تعرف جبدوا لي هذاك القديم، هذا الشيء اللي ما كاين. جبدوا لي ان يكون عندك واحد الروشيرش، عندك واحد الحكم غيابي بشهر ديال الحبس. ف
هذا الشيء اللي وقع الخوت وقعوا ووضعوه تحت الحراسه النظريه. ما عرفناش، يعني النيابه العامه هي اللي غتقرر، مازال ما عارفين حتى شي حاجه. اكيد راه محبوبه راه غادي يوضحوا لكم هذا الشيء، ربما تغيبوا عني بعض التفاصيل لان هما اللي معنيين بالامر، هما اللي كاينين في عين المكان، ولكن انا ما وصلني قلت لكم هذا الشيء اللي كاين فيما يخص القضيه ديال ياسين، واللي كنتمنى الله يطلق سراحه. ونقول لكم الصراحه فعلا انا ولاد محبوبه كامل تنعرفهم الا ياسين. محسن هضرت معاه، تلاقيت معاه، حسن كذلك تلاقيت معاه، الحسن هضرت معاه في التليفون عمرني تلاقيت معاه، ياسين ما عمرني هضرت معاه، ما عمرني تلاقيت معاه. ونقدر كل اللي غيقول لك لا وعلاش كنتيدير هذا الشيء، فاي واحد كتجيه الغيره على الشرف ديال خوتو ولا ديال مراتو ولا ديال مو، وهذا الشيء كيوقع لانه ما كان يقع فعلا في سيدي عدي. صراحه غريب، ومحبوبات تلقاو بزاف ديال الطعن، ولكن الخوت الاخرين كانوا تيصبروا وكانوا يتجهوا الى القضاء. وانتم عارفين ان الزرولي من اسباب ديال الهروب ديالو من القضاء هو انه تحكم بسنه سجنا، والشكايه راه فيها مربوحه ومحبوبه. وهذا الشيء اللي وقع الخوت فيما يخص ياسين الزوج ديال تيتيش او ياسين محبوبه، ونتمنى والله يطلق سراحه. فعلا دوك الناس اللي عمرها ضرب بعيدا عن المحتوى اللي تيقول لك تيديروا افلام تيديروا، انا ما نقدرش نجزم في داك الشيء، ولكن الاهم هو انهم ما تظلموا حتى شي واحد، وناس معروفين تما بعاد على الناس، يعني عايشين حياتهم، كل واحد غادي لشغله. هذا الشيء هو اللي وقع، وهذا هو السبب الحقيقي ديال الاعتقال، ان ياسين راه كان الخوت تيخرج في الليل وتيبقى يقلب على دوك اللي كيسبوا ليهم الام ديالو في اليوتيوب وتيديروا عليهم اللايفات وتيضربوا له في الشرف ديال مو ديال مراتو ديال عيالات خوتو. هذا الشيء هذه هي الحقيقه، والمشكل غير بسيط. يعني قاس واحد الراجل اذا نجبدوا ليه هذا الشيء. ونجي لكم من الاخر، هناك حمله شرسه امنيه في القضيه او في منطقه ازرو سيدي عدي، لان كلكم كتشوفوا ما يقع الان في سيدي عدي من سب وقذف والضرب في المحصنات، وما كاين غير الله صحيحتك، والانفلاتات اللي وقعت تما في اليوتيوب ما كاين غير جبد فم وقول. فلا بد من وضع حد لهذا الشيء، ولكن جات القضيه في ياسين. نتمنى انه ناس اخرين توضع لهم حد، لان شي نهار غطيح شي روح تما من الحق. هذه الحقيقه باش نكونوا واقعيين. معنيين بالامر طلعوا وتكلموا ووضحوا للمتابعين ديالهم سبب الاعتقال ديال ياسين، اللي صراحه خبر نزل في اليوتيوب كالصاعقه. داك الدري زوين، داك الدري ظريف، داك الدري مربي، داك الدري ولد الناس، وللاسف الشديد كيخرجوا القنوات وكيتشفعوا فيه. فملي وصلنا لهذا الزمان ديال ان الانسان يعني خوك المغربي ولد بلادك ولا مسلم بحالك بحالو كيتشفى فيك الا دخلتي للحبس، صافي دير علامات الساعه الكبرى. فوالله العلي العظيم انا كنقول لكم المتابعين حتى علامات الساعه الكبرى هي هذه. ملي كتشوف واحد السيده كانت تيتيني عند قناه محبوبه في الدار كتجلس بالشهوره واكله شاربه، طلعوا لها القناه ديالها ربحت الملايين المملينه، دخلت الاطسس بقمح، دارت لاباس على ظهر قناه محبوبه. اللي كنا كنشوفوا ياسين وتيتيش كيخليو قناتهم الرسميه وكيخليو دارهم وكيمشيو يسافروا عندها لدارها ويبداو يدعموا فيها ويشجعوا فيها ويعاونوا فيها ويصوروا معها ويوقفوا معها. اليوم كنشوفوها انها حتى هي طالعه كتشفى عند واحد صاحبه قناه. ديك صاحبه قناه واحد السيده مقمله، واللي هضرات ولا اللي نقزات عليا دونك راه انتيا عارفه راسك مقمله وانا نقصتك انتيا. اوكي، خرجت واحد السيده كتجسس على هاد الناس، واحد السيده كتجسس على هاد الناس اللي ما عرفتش انا كيفاش قناه محبوبه بالعريسات ديالها بالوالدين ديالها بالرجال ديالها مخليين هاد السيده تتطاول عليهم، ومخليين هاد السيده كتاكلهم في الحموم، وهذه 4 سنين ولا 5 سنين. والمتابعين وفرشت دارها بقناه محبوبه، وخلصت الراجل الكريدي ديال الطوموبيل على ظهر قناه محبوبه، كتعمر في الكونت على ظهر قناه محبوبه وهما ساكتين ليها ما عرفتش شنو السبب. واحد اخر شرا ابارتومون قدا دخلها عن طريق قناه محبوبه، يوميا كيدير عليهم لايف في النهار، شرا ابارتومون. وانتم عندكم من الادله عندكم من الادله الكافيه انكم تاخذوا حقكم من هاد الناس، لان ما يمكنش. شوف الاخوان نجيكم بصراحه، قناه محبوبه انا التحليل ديالي الشخصي ان ماشي ضروري هما مجبرين ان اي حاجه وقعت لهم يشاركوها مع المتابع.
كاين حوايج كيتقالوا، كاين حوايج ما كيتقالوش، لان بزاف ديال الناس كتلقى عندهم المحسدين المغيارين، عندهم اعداء، عندهم كذا، ما يمكنش اي حاجه خايبه وقعت غيطلعوا يشاركوها باش واحد اخرين يتشفاو فيهم. ولكن جبراتهم واحد السيده اللي كتجسس عليهم وكتجيب الاخبار ديالهم باش هي دير فيديوهات وتدخل الادسنس وهي كتكون غير حداهم. اوكي، شكون هاد الناس اللي كاينين في قناه محبوبه، كاينين في عائله محبوبه، ولا كاينين في الجيران ديال محبوبه، ولا كاينين في ذاك لونتوراج ديال محبوبه اللي كيعطيو الاخبار ديال هاد الناس للقنوات؟ على هاد ياسين هذا ولد ام حليمه اول واحد غيتعتقل ولا اخر واحد؟ علاش؟ وعلاش غادي نتشفاو فيه؟ واش شريفه وهادي ياسين هذا راه كان كيصور معاك في القناه ديالك وكيدعمك ويبارطاجيك وكان واقف معاه، كان واقف معاه، كتشفي فيه انه تم الاعتقال ديالو باش يحشموا ويعيبوا عار عليك. والله العلي العظيم هزولت اخواني اخواتي، ما عليناش. خرج الحسان ووضح، خرجت الاخت ديال سميتها فاطمه الزهراء، الاخت ديال ياسين ووضحت، وخرج الاخ ديالهم ووضح اللي هو حسن. يكذب عليكم الكذاب المتابعين، ويجي شي واحد ويبدا يفصل ويخيط ويحط لكم اللي بغا، يقول لكم شي واحد لا راه سبب الاعتقال، لا راه فايت ضرب واحد، وحده كاع قالت لك لا راه فايت دامت مع واحد وكان ضربو بموس وهرب ودار سفيلو، وحده اخرى قالت لك لا راه فايت ضرب شي واحد بالطوموبيل وهرب وراه تحكم غيابي لانه ما امتثلش وكذا، وحقا راه كان دايز مع واحد البراج وملي بوانتا ولقاوه رشيش واعتقلوه. ما تيقوا حتى شي هضره الا ما تقالش مع الناس المعنيين بالامر. لا ما خرجش العائله ديال ياسين، الزوجه ديالو ولا خوته ولا امه ولا والديه ولا خواتاتو وقالوها، كاع ما تيقوا لي بالقنوات. انت نجيكم من الاخر المتابعين. مع ذلك كاين شي ناس قراب القناه محبوبه كيتواصلوا معاهم بحال اسمار ويزيدوا قناه العائله الاخ بوجمعه اللي كيجيبوا الحصري مع الناس المعنيين بالامر. اما واحد ساكن في الشمال وتيهضر على واحد ساكن في الشرق راه ما يمكنش، تفهمنا؟ اذا كل التضامن مع قناه محبوبه. كنتمناو الفرج القريب ان شاء الله، كنتمنى انه يتم الاطلاق الصراح ديال الاخ ياسين، ولو ان الزوجه ديالو اللي هي الاخت تيتيش حامله، فنتمناو ان ربي يحفظ لها داك الجنين اللي في كرشها، ونتمناو انه يكونوا اقوياء، الاخت تيتيش تكون قويه، قناه محبوبه كونوا اقوياء وصبروا. راه المؤمن هو اللي الا طاحت عليه شي مصيبه كيقول انا لله وانا اليه راجعون، وان شاء الله ربي غادي يدير تاويل ديال الخير، ان شاء الله ربي غادي يدير تاويل ديال الخير. هذاك ياسين راه اغلبيه المغاربه كيديروا معاه، راه دري زويون ضحوكي في الفيديوهات، ديما هو كيخلق واحد لومبيونس زوين في الفيديوهات. والله العلي العظيم الا كاينين الناس ما كيتفرجوش في قناه محبوبه ولا ما عندوش مع قناه محبوبه وبقى فيهم ياسين، وكاين بعض المجرمين اللي هاد ياسين ما داير لهم والو، مطلعين عليه اللايفات وجالسين كيتشفاو فيه وبغاو ليه الحبس وكيضحكوا. وما نساو اننا حنا راه في دار الصابون، اللي ما صب اليوم يصب غدا، واللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبه، واللي تشفى يتبلى. تفهمنا او ما تفهمناش؟ المهم ما عليناش، غنسدوا هذا القوس ديال قناه محبوبه اللي كنتمناو ان ربي يدير لهم تاويل ديال الخير، وتمناو ان اما قريب ان شاء الله راه سمعت انهم شدوا محامي لاخوهم ياسين، وغادي تكون واحد الزياره ليه وغادي يكون الخير، وان شاء الله يخرج منها سالم غانم ان شاء الله يا رب العالمين.